مرحبا بكم في قناة عين الحقيقة، حيث نرصد لكم أهم القضايا والأحداث بكل حيادية وموضوعية. اليوم نسلط الضوء على آخر مستجدات قضية الداعية محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية. الإسلام بريء من كل كلام ميار الببلاوي شكلا وموضوعا. أكد المحامي أحمد مهران محامي الداعية محمد أبو بكر أنه تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، والذي تضمن حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20,000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض الإعلامية ميار الببلاوي بمبلغ 50,000 جنيه وتغريمها هي الأخرى بمبلغ 20,000 جنيه، وذلك في قضية تبادل السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخلال حديثه كشف المحامي أحمد مهران عن تفاصيل جديدة، حيث صرح بأن الإعلامية ميار الببلاوي قد تزوجت 5 مرات، لكن لم يتم تسجيل هذه الزيجات في السجل المدني باستثناء زواج واحد فقط من وائل التاجي. كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مستند قانوني يثبت زواجها من عبد الله الكاتب، وأنها تقدمت بطلب للمحكمة لإثبات هذا الزواج، إلا أن المحكمة رفضت طلبها. وأضاف المحامي أنه قدم للمحكمة بطاقة شخصية مسجل بها اسم الزوج وائل عباس، مما يعزز دفوعهم القانونية في القضية. وفيما يخص دفوعهم القانونية، أوضح المحامي أحمد مهران أنهم تقدموا بعدد من الدفوع القانونية المهمة، ومن أبرزها مخالفة الحكم المستأنف لقانون الإجراءات الجنائية، تعارض الحكم مع النص المادة 32 من قانون العقوبات، عدم توافق الحكم مع المادة 76 من قانون الجرائم الإلكترونية. وبناء على هذه الدفوع، طالب محامي الداعية محمد أبو بكر بإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد بالبراءة لموكله. تفاصيل القضية: وفقا لما جاء في أمر الإحالة، فإن القضية تعود إلى شهري إبريل ومايو الماضيين، حيث تم اتهام الداعية محمد أبو بكر بالسب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، والذي كان متاحا للعامة. الفيديو تضمن عبارات مسيئة واتهامات مباشرة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده. الإسلام بريء من كل كلام ميار الببلاوي شكلا وموضوعا. الكلام اللي قالته الفنانة ميار الببلاوي أو المذيعة ميار الببلاوي لا يمت لديننا بالصدق. فالزواج باطل يا ست ميار، والرجوع باطل يا ست ميار، وما عندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة، ولا عندنا يا ست ميار حاجة اسمها تحليل في الإسلام. ما رأيكم في هذه القضية؟ وهل تعتقدون أن الحكم سيتم إلغاؤه في الاستئناف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة عين الحقيقة.